ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده السعد وابراهيم عازميننا على فتة اسمها فتة شاورما. فتة شاورما. بص يا جماعه النهارده هنجرب 3 مطاعم بيعملوا فتة شاورما سوري. طبعا رضا هو ما جربهاش قبل كده، فالنهارده بقى استغلنا ان رضا ما جربهاش قلنا له يا رضا تعالى تعالى هنجرب النهارده 3 مطاعم يا جماعه، هنجرب منهم احسن فتة شاورما عندنا هنا في السوق. والثلاث مطاعم دولت مطعم الاغا ومطعم بابا دوله ومطعم بابا الدمشق يا جماعه. المطاعم دولت الثلاثه جنب بعض والمفروض انهم بينافسوا بعض. فالنهارده بقى هنشوف بقى احسن فتة شاورما في مصر، مين اللي هتكسب في المطعم ده. المفروض ان دول اكبر 3 مطاعم في البلد. ماشي يا ابراهيم يلا بينا. يلا يا جماعه بينا. والله ازيكم الاول عاملين ايه؟ والله انا عمري ما اكلتها بس ماشي. طب يا جماعه احنا دلوقتي بقى متحركين، هنروح على اول مطعم وهنجرب اول طبق فتة شاورما سوري، احنا ما فطرناش. طيب يا جماعه ده اول مطعم وصلنا اللي هو مطعم شاورما مشويات ده مطعم اغا يا جماعه. مين اللي هينزل بقى؟ مين اللي هيجي؟ انزل انت يا صاحبي. وانت يا رضا مش هتنزل يا رضا؟ انزل ونروح على فتة شاورما. زعلان ليه بس يا رضا؟ عايز انزل انا ولا هتنزل انت؟ انزل انت. ماشي. انتظارك. عالدغري وبرجوله. السعيد وصل يا جماعه. السعد ابن عمي. يا سعد ده كله سعيد. الله يسلمكم. قلت لكم نصوره بدري عشان التاخير ده. يلا بينا نفتح الاوردر. اول مطعم الاغا. بص انا عايز اقول لك ان الاوردر بالشكل ده فتح. اوه هو ده لانشو؟ لانشو. الشاورما ريحته ده هو لانشو. بص يا جماعه ريحته جميله. الشاورما عامله ازاي من جوه هنا كده الرز. بص بقى يا رضا، فتة الشاورما ديت بتبقى عباره عن رز بسمتي وعليها خبز محمص كده او عيش محمص وعليها الشاورما زي ما انت شايف كده. بجد بص بقى هي ما تحلاش الا بالتوميه. خد يا رضا توميه. ها يلا يا باشا. يلا وتاخدها بقى بالعيش المحمص من فوق كده. يلا. على فكره انت هتكنس العربيه بعد ما تخلص، اللي هيوقع حاجه في العربيه ولا هينضف. يلا بسم الله. انا عايز اقول لكم ان الرز متبهر تبهيره حلوه، البهارات عليه طعمها حلو. طعمه جميل. بص بقى سندوتشات. انا عايز بقى ادوق الشاورما لوحدها. بص الشاورما واخده وش ستيك تحفه يا جماعه. بص يا جدعان دي تتمسك كده. ايوه الشاورما كده كده وكده. جدع على الله عليك يا رضا، الله عليك يا رضا. ابراهيم وجع اهو. هيكنس العربيه، اللي هيوقع هيكنس العربيه. يا خمام عايز انشو. لانشون ايه يا ابني؟ تحفه. العيش المحمص جميل. العيش خفيف، مش تحس ان هو شارب زيت كده، لان في ناس بتحمص العيش فين كده. العيش؟ عيش تحت اهو، ده عيش محمص يا رضا. عيش. والميزه بقى ان هنا الرز ما فيهوش بهارات كتير، يعني البهارات بتاعته بسيطه مخليك حاسس بطعم الرز. طعمه جميل. ولونه اصفر وحلو وطعمه حلو. انت طبعا الوجبه دي ب 95 جنيه يا جماعه. في وجبه لارج وفي اكس لارج. ديت الاكس لارج ده دي الوجبه الكبيره. والله بكام دي؟ مش دي باين عليها. 95. 95 حلو. احنا بقى ده اسمه مخلي اللي هو البنجر ده. بنجر ولا مش بنجر؟ عيش وزلط. اديله يا باشا. طعمه جميل والله. حلو. العيش بتاعها تحفه. عايز اقول لك ان الشاورما هنا ما هيش ناشفه، الجوده اللي في نفس الوقت محمره وفي نفس الوقت تحس ان هي طريه كده. طيب عشان الوقت هيضلم علينا، يلا على المطعم اللي بعده. يلا بينا. يلا لا عايز اكل. يلا يلا بينا يا جماعه. احنا وصلنا المطعم التاني اللي هو بوابه دمشق. يعني مش عارف حظنا النهارده لقيناه قافل زي ما انتم شايفين كده، لاول مره يقفل فمش عارف بقى. طيب يا جماعه احنا كده رحنا بقى على المطعم التاني بابا دوله، فالحمد لله لقيناه فاتح. ده تاني مطعم هنجرب منه برده الفتة الشاورما بتاعتنا، ولحد ما اشوف اي مطعم تالت غير اللي كان قافل ده. طيب يا جماعه بقى معلش بنعتذركم ان احنا ما كملناش يعني بقى التصوير في العربيه، لان احنا طبعا حصل كام دروب كده واتاخرنا والدنيا ضلمت علينا، طبعا ما كانش معايا عده التصوير الاضاءه في العربيه، فيعني كانت الجوده هتبقى وحشه طبعا في العربيه صح؟ الدنيا ضلمت.
والبركه طبعا في ابراهيم خالد هو اللي مطلعنا متاخر، ورضا اقترح عليا قال لي تعالى بقى ساعه نكملوا ايه بقيه الفيديو في البيت ان شاء الله هنعوضه لكم. يلا مرة. نعمل الضلمه مش عارف نصوره في الضلمه خالص. بس احنا المره الجايه هنعوضوه بقى، نطلعوا من بدري عشان نعرف نصور في العربيه بالنهار، صح يا ابراهيم اخويا؟ انت تبقى جاهز من الفجر، انت اكتر واحد انت ونتغدى وكل والله انت اكتر واحد اللي انام ضغطني. بهدومي انام بهدومي. طب يا جماعه احنا جبنا طبعا المطعم الاولاني هو مطعم الاغا اللي احنا جربناه، ومطعم بابا دمشق طبعا لقيناه قافل، فاحنا رحنا جبنا مكانه مطعم اسمه ايه رضا ايس كويت. اذكر رضا اللي اقترحه لنا، هو بياكل من عنده كتير. وطبعا بابا دولا، بس انا مستغرب بابا دولا هو مش حاطط في يعني في الكيسه بتاعته بتاعت بابا دولا ليه؟ ده اللي يعني انا مستغرب. نجرب انواع ايه؟ نجرب البابا ده. البابا ده ماشي. جرب بابا دول. نجيب ده الاول كده، نجرب بتاع بابا دولا الاول، بس انا مستغرب ان هو مش حاطط اللوجو بتاع الكيس بتاعه. المفروض يعني دي دعايه. بصوا يا جماعه، بص انا عايز اقول لكم التغليف حلو، الطبق كبير. ده براند بتاع الاغا الاكبر ولا ده الاكبر؟ لا ده اكبر. تضحك عليا رضا. طيب بص هوبا، لا ده هنا في شغل عالي بقى، بس هنا هو مش جايب لا مخلل ولا جايب اي حاجه. صح هو يعني مش- مفيش. سعيد على الريحه. بس أنا- هنا كل بس, الطبق بس مش جايب مخلل ولا جايب يا حاجه. كده، ولا مخلي حلو كده حلو. لا بس المخلل والبنجر بتاع الاغا كان ده جميل. ده, ده جماعة. شكل روعه. بس شوف الحجم شكله. عامل ازاي. بس هوريكم بقى الكميه، وحاطط التوميه وحاطط برده هنا عيش محمص اهو. زمان التوميه خلي بالك خلت العيش طري. ادي عيش محمص. بص بقى الرز من تحت عامل ازاي، وهنا بقى ايه الشاورما واخده يعني وش، مش هشدك. واخده وش التحميصه كده، والرز الكميه الصراحه كبيره، بس ايه الطعم هو اللي هيحكم. بس العيش هل ترى التوميه خلته طري؟ هو طبيعي اي صوص بيخلي الحاجه طب طبيعيه. ليه ما بيخلوش بره؟ يلا ندوق حركه مش حلوه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول بس حاجة، ده العيش ناوي على طري خلي بالك. التاني. بص بس هنا الشاورما هنا كبيره، يعني قطعه الشاورما هنا كبيره وتخينه، سمكها تخين. بسم الله. بس العيش طري. مش مستطعم الصراحه. ناخد كمان معلقه. خد بقى بالعيش كده. يلا يلا. بسم الله. هو التوميه مش عجبني. حلوه التوميه، صح؟ مم. التوميه مش حلوه. عدبه. بص طب احنا هندوق الشاورما لوحدها، خد لك قطعه شاورما رضا لوحدها. حلو بس يعني حسيت ان الاغا احلى. يعني تحس ان الشاورما ما فيهاش تتبيله كتير، صح؟ هي الاغا احلى. نجرب تاني كده. يعني ايه، وهنا العيش هنا، بس العيش التاني هنا العيش هنا ابيض. العيش في المطعم الاجا كان محمص، هنا تحس ان هو ايه ابيض كده مش واخد طعمه تحميص. حلو. الرز حلو. بص انا عايز اقول لك ان الرز حلو والشاورما ما هيش وحشه، بس الاغا الشاورما بتاعتها التتبيله فيها اوضح، صح كده؟ لا وعامل مخلل وعامل وعامل مخلي، لكن توميه لوحدها. انا عايز اقول لكم ان ديت ب 110 يا جماعه. هي الحجم ايه، يعتبر الحجم يعني قريب من بعضه، مش يعني ايه مش كبير قوي. بس ده الكبير عند دوله، عند بابا دوله. واللي انا جبته برضه من الاغا كان الكبير برضه كان الكبير ب 95 وده ب 110، بس مش جايب معاه مخلل ولا اي حاجه، وحاطط لك الطوميه كلها فيه، بس هي كميه شاورما كبيره، يعني كميه شاورما كتير معاه. دي 5 من 10. لا على فكره يعني بتاع الاغا ب 95. ب يبقى 95 الاغا 110. كسب في كل حاجه، كسب في السعر وكسب في جوده الاكل. طيب احنا نجرب بقى التاني، احنا لسه ما نجرب نحكمش التاني. على ده ماشي. ولا على الاولاني الا لما نجرب التاني. والله يا اوكي. باشا. بقى ايه على المطعم اللي رضا اقترحه لنا، ايس سكوير، اسمها سكوير صح؟ يس. وجايب شوك بس وجايب مبدئيا كده هو الحجم صغير. هو ده- بس ماشي نشوف لا الجو. لا هو مش ده الحجم الكبير. ابراهيم اللي نزل اشترى هو حجم واحد كله، ما عندوش يعني هو لا كبير حجم ولا كبير. صغير ده ولا بكام؟ ده ب 105. ب 105. ماشي. طب يا جماعه بصوا بقى ايه، ده المطعم اللي رضا اقترحه لنا. اقترح لنا. شايفين بس كميه الشاورما، هي كميه شاورما كتير، بس الشاورما هنا يعني مش متحمره، مش واخده ايه يعني ايه تحميصه. وبرده بس العيش برده مش عارف إيه. طري ولا ايه؟ عيش صغير كده خفيف، والرز اهوت. هو شكله هو اللي هيكسب معانا الاغا. حط يلا التوميه. هي فيها توميه عامله التوميه عامله زي الكريمه ازاي؟ بص هو يعني حاجة- جواها. يلا بالشاورما. بصوا انا لقيت ايه قطعه استريبسايه جاية كده، ما غلط. ينفعش جايه كده. غلط. لا هم كده بقى لازم يهتموا بالاوردر عشان ما فيش اي حاجه تيجي غلط فيه. صح. يعني كده ايه مش عايزين ايه اي حاجه ايه غلط. يلا. يلا. بسم الله. بسم الله. ده المطعم انت اقترحته لنا صح؟ بنشرب اقتراحات تاني. خلينا ناخد يعني مش هدي طعم التوميه ولا الشاورما. مبدئيا طعم
التوميه مش حلو، عامل مش زي حلو الكريمة. خالص، عامل ما زي هيش حلو. عامل زي الكريمه اصلا. بص طب ندوق الشاورما لوحدها. المفروض التوميه بتبقى سايحه يعني كده كده. الشاورما على توميه، مليانه توميه. هي الشاورما مش احسن حاجه. طب ندوق الرز لوحده يا رضا. لا الرز مش حلو خالص. التوميه مش حلوه خالص. الرز فيه جواه توميه اصلا. كده يا جدعان الاغا اللي كسب بصراحه. الرز مش حلو خالص يا جماعه الصراحه. الرز التوميه مش حلوه. الشاورما يعني مش حاسس ان انا بطعم شاورما. هدوق تاني اهو. هو طعم الرز مش عارف يعني، في حاجه غريبه في طعم الرز الصراحه، في حاجه غريبه كده مش عارف هي ايه. حاطط فيها مثلا قرفه. لا هو في حاجه كده طعمها غريب، بهارات مش عارف يعني، لا في حبهان ولا ورق لورا. يعني طعم الرز مش زي طعم الاغا طعمه عادي ولا بتاع بابا دوله، لا هو حاطط حاجه مغيره طعمه. والشاورما عاديه خالص. التوميه مش حلوه خالص عامل خالص شبه خالص. الكريمه. شفتوا العيش تقيله خالص. والعيش يعني لا متوقع عادي، العيش طري، هو العيش يعني طري من التوميه وكده. بس كان طعم الرز مش عاجبني خالص ولا البتاع. هو نعمة كلها ربنا حلوه، بس احنا بنقيمه وخلاص. طيب احنا هنقول بقى اللي عجبكم. الاغا، بعد كده بابا دوله، بعد كده الاسكواد. الاغا بالترتيب. ما هو الاغا وبابا دولا وبعدين اسف. برضه انا نفس الراي بتاعهم. الاغا برضه بابا دوله. ايس سكوير اللي رضا ايه رشحه لنا الصراحه ما لا. هو كان ده اللي فات، احنا هنعمل لكم بس انا هقول لكم على حاجه، ان الاغا ارخص. التاني ب 195 وده ب 105. لا انا يعني حتى اغا طعمه حلو ويعني سعره رخيص مش غالي. صح يا رضا؟ يا رضا بطل بقى يا رضا. سعره رخيص جدا، وحاطط لك برضه توميه لوحدها وايه في المخلل تومية. ظابط لك بنجر. التوميه مش حلوه خالص. التوميه تقيله خالص شبه الكريمه. التوميه دي المفروض تبقى ساخنه. طيب يا جماعه احنا كده بقى وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم. طبعا احنا بنعتذر لكم احنا ما كملناش بره التصوير في العربيه عشان كانش بس في اضاءه والدنيا ليلت علينا. مفيش فايده في عادي منه. كمل. انت معانا يا رضا. ولو عجبتكم الفيديوهات ديت اكتبوا لنا في الكومنتات نجربه تاني، وننتظر مننا فيديوهات جامده جدا. واكتبوا لابراهيم حمس نفسك شويه عشان هو مش ايوه يا جدعان ان انا بصحى متاخر. بيصحى متاخر. هو ايه اخرنا. ونشوفكم على خير في تحدي يوم جديد. سلام.